سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. حبيت بارطاجي معكم هاد لا غوسيت تاع الكاطو اللي درتو في العيد، وقلتوا لي حطي لا غوسيتو دونك معليا غير نلبي الطلب تاعكم. فوالا هاد لا غوسيت تاع الكاطو اللي جاي على شكل كوكياج، ودرت فيه ذوقين، ذوق تاع الكيندر بوينو وذوق تاع الكابريس. تبعوا معايا لا غوسيت حتى الاخر وان شاء الله يعجبكم وتجربوه. هنايا عندي 125 غرام تاع مارغرين، وعندي هنايا مغرفه تاع المشماش. مغرفه تاع المشماش هذه حتعطي له ذوق بزاف بنين، فهمتوني؟ شوفوا هنا انا درت المقادير، يعني دوبليت المقادير. تما اوليو ندير 125 غرام تاع المارغرين ومغرفه كبيره تاع كونفيتور مشماش، دوبليتهم ودرت 250 غرام مارغرين وزوج مغارف تاع المعجون وزوج عظمات وهي رايحه، فهمتوني؟ تما ضعفوا برك المقادير. دونك انا هنا نعطيكم حق 25 حبه حتى ل 27 حبه ماكسيموم. قلت لكم كي تعودوا في مناسبه ولا عندكم عرضه ولا حاجه كبيره ضعفوا برك المقادير ونخليها لكم في لابير دانفو. الوغ هنا درت 125 غرام زبده، مغرفه تاع المعجون وحبه بيض، ودرت وزوج مغارف كبار تاع سكر غلاس وون كويير صغيره تاع خميره الحلويات وون بانسي دو سال، ودرت هنا شويه تاع لافاني. واذا ما عندكمش لافاني تقدروا ديروا زاز تاع سيترون، فهمتوني؟ دوك نعاودكم مقادير: 125 غرام تاع زبده، مغرفه تاع مربى المشماش وزوج مغارف تاع سكر غلاس، درت شويه لافاني، نص خميره يعني نص كيس تاع الخميره الكيميائيه يعني 5 غرام، وحبه بيض وشويه تاع الملح اون بانسي. نخلطهم كامل في بعضهم كيما راكم تشوفوا حتى يتجانسوا. ما تنساوش ديما الزبده تخدموا بها بدرجه حراره الغرفه. وهنا نضيف لهم زوج مغارف كبار تاع الزيت. هنا الزيت مع الزبده حتعطي لها خفه، وهذاك الكونفيتور تاع المشماش اللي درتو قلت لكم راح يعطي لها ذوق بزاف بنين. ما هذا هما المقادير. هنا نجيبوا باسوار وندير فيها لا فارين حتى نتلم. ما نقدرش نعطيكم بالضبط لا فارين شحال درت وشنو، نتوما لموا حتى تتلم معكم كيما ما عارفين ديروا لا بات صابلي عادي، ما تيبسوهاش بزاف باش من بعد ما تبقاش تتكسر وتجي شايحه. المهم نتوما غير تتلم معكم سي بون. حبسوا لا فارين. هنا راني دوك نبقى نزيد لها في لا فارين حتى وين نشوفها تلمت معايا. فوالا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. دركا وليت ندخل فيها يدي هنا باش نحس بها كانت تلمت لاباط ولا نو. من بعد ما نلمها لاباط نجيب ساشي تاع كونجيلاسيون ونحطها في الكونجيلاتور مده نص ساعه يعني 30 دقيقه حتى جوست تحكم روحها هذيك الزبده ونقدروا نخدموا بها. كيما راكم تشوفوها هيني درتها خفيفه ما درتهاش يابسه يعني ماشي يحتاج بزاف. نحطها في الكونجيلاتور وكي تبرد نص ساعه نرجع معكم. هنا بعد ما بردت حبيباتي درك تشوفوها تكون حاكمه روحها. وحبيت نعت لكم هاد لي مول اللي خدمت فيهم تاع الشكل كوكياج. شوفوا انا ساشي شيتو شيت فيه 10 يعني 10 بياس 9000. وكاينين في محلات خلاف يبيعوا لا بياس كيما راكم تشوفوا لا بياس الوحده يبيعوا فيها ب 1500، فهمتوني؟ دونك سا ديبون كل وحده وين جهه راهي ومش من ولايه. المهم انا شيت هكا 3 باكي فيهم 30 هكا باش نخدم يعني نسرع العمليه، ما نبقاش نستنى ندخل ونستنى وهكذاك. وكي دوبليت المقادير بقيت نستنى، فهمتوني؟ هنا حبيت نعت لكم ديمونسيون تاعهم. شوفوا نعت لكم ما بين هادو تاعي جايين متوسطين ماهمش صغار خلاص وماهمش كبار، وما بين هذاك المول اللي عندي جاي كبير، فهمتوني؟ شغل تجي الحبه بزاف كبيره وتجي صامته اصلا هكا كي يعودوا صغيرين نقدروا العبد كي يهز الحبه ياكلها، فهمتوني؟ ماشي يعض منها ومن بعد يدخم ويخليها باش ما نفسدوش. هذا ما كان. وما مطول الحبه تجي ظريفه ما تجيش كبيره بزاف. دونك هذا المول اللي شيتو انايا يجي متوسط كيما راكم تشوفوا. نهز بالكرعيه ونحط في المول. هذه حاجه عاديه كامل تعرفوا ديروها وما تخليوهاش خشينه بزاف باسكو درنا فيها مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات ومع السخانه ودخلوها في الفوق دونك حتتنفخ شويه. رقوها ووعدلوها مليحه الاطراف وهذا ما كان. كملوا خدموا في لي مول تاع كامل. درك انا نكمل لي مول تاعي هادو كامل ونرجع معاكم.
كما راكم تشوفوا. من بعد ما نكمل نعمر الليمون الكامل لازمني ننقبهم كما راكم تشوفوا. نقبهم مليح بالفرشيطه باش ما يتنفخوش، قلت لكم باسكو فيهم شويه الخميره راح يتنفخوا شويه. وثاني حبيت نهضر لكم على واحده الطريقه. شوفوا كي تدخلوا البلاطو تاعكم للفوق، جست ما تلقاو الحبه هكا صفارت ولا تدوغي برك ماشي حمارت، يعني ما زالت ما طابتش، تلقاوها بدات تستنفخ شويه، جيبوا اي عندكم قرعه فيها بوشون صغير ولا فهمتوني وضغطوا عليها في النص. درك نعطيكم لكم الطريقه هكا باش تعرفوها باه داخل تجينا فارغه الحبه ونقدر نعمروها مع الحبه تاعنا جايه شويه صغيره باش نقدر نحشيوها. لازم نضغطوا عليها في النص. شوفوا كيما انا عندي هاد القرعه اللي نشري فيها ليغو هذوك تاع الشوينغام وليغو اللي نخدموا بهم. شوفوا واش درت بها هكا الحبه كيما راهي سخونه، نجبدوا البلاطو ما عنده ما يصرالها، نجبدوا البلاطو ندغطوا عليهم كامل في النص كيما راكم تشوفوا. هاي طبعت لي وجاتني الحبه الله يبارك، يعني ما شاء الله معدوله ما تكسرت ما فسدت ما راحت ما جات. دونك كيما قلت لكم تضغطوا عليها في النص باش تجي الحبه فارغه لداخل وتعاودوا تردوها تحمروها كيما راكم تشوفوا. هنا انا حمرتهم شويه مليح، ماشي محروقين راهم محمرين برك باش يجيو شويه يتكرمشوا، يعني شويه ما يكونوش طريين. هذا ما كان. وثاني حاجه خلاف الكاطو تاعنا حيجي بزاف خفيف، دونك ديموليوه بالعقل. هذا ما كان. نروحوا هنايا ما بيز ما نخليوهم يبردوا، نروحوا للحشو تاعنا كيما راكم تشوفوا. هنايا عندي الكوفريت هذا، الكوفريت هذا كامل تعرفوه، سوا تجيبوا تاع الشوكولا سوا تجيبوا تاع الفاني. انا ما لقيتش الفاني، جبت غير شوكولا هذا. نرحيه كيما راهو ونزيد نجيب معاه شويه مكسرات سوا كاوكاو محمص مقشر، سوا جوز سوا نوازيت اللي تفضلوها فهمتوني، اللي تفضلوها ارحيوها معاهم هكا باش نديروا الطبقه المقرمشه. نخلط كلشي مع بعضهم. كون قلت لكم انا حندير زوج اذواق، دونك راح نقسمهم على زوج. الذوق الاول راح نديروه بالكيندر بوينو، والذوق الثاني راح نديروه بالتوفيا كراميل والكابريس. هنا نجيب نصب الكيندر بوينو تاعي ونبدا نلم فيها. الكيندر بوينو تاني دخلوها في الميكرووند ولا ديروها ذوبوها في حمام مائي هكا باش ما تديلكمش بزاف. والبنات تاني حنعطيكم ملاحظه. شوفوا شتو انا درت باكي واحد فريت تاع الكوفريت وهكاك وقعد لي الحشو. نتوما ماذا بكم باش ما يقعد لكمش بزاف الحشو تقدروا ديروا نص باكي با بلوس، نص باكي راح يكفيكم ويوفي باذن الله فهمتوني. ماغري اني قلت لكم دوبليت المقادير، يعني درت 250 غرام تاع الزبده ماشي 125 وقعد لي شويه من الباكي هذاك. دونك نتوما نقصوا من الباكي باش ما يقعد لكمش وديروا غير نص باكي تاع الكوفريت وشويه معاه مكسرات. خلط الكيندر بوينو كما شفتوها وحتى تولي متماسكه مع بعضها. وهنا تاني طوفيا كراميل كنت ذوبتها شويه، وهنا هذه تحبوا تزيدوها تحبوا ما تزيدوهاش. هنا عندي غير الكراميل بورس عليه كان عندي في الدار، يعني ما شيتوش البنات تقدروا تكتفيوا نتوما بالطوفيا كراميل فهمتوني. انا غير كي كان عندي برك زدتو للذوق. خلطتهم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا حتى تتلم وتولي لي هكا شغل اللي يولي الخليط متلاصق في بعضه كيما راكم تشوفوا. كي نهزو ونطلقوا يطيح كتل ما يطيحش هكاك متفتف كيما كان. فوالا هذا هو الحشو خفيف بزاف. قلت لكم الكاطو هذا سهل لاقصى درجه، ما فيش بزاف لي زانغريديون. واهم حاجه اللي ولفتكم بها حبيباتي اللي هي البنه. انكم ما تكونش حاجه بنينه يا اخي قلتها لكم شحال من خطره ما نحطها لكمش. هذه هي الحشو هذاك حطيته في حبه، والحبه الدوزيام اللي قدامها كما راكم تشوفوا فيا مرتبتهم. الحبه الدوزيام نعمر فيها الكيندر بوينو، ونفس الشيء راح نديرو مع تاع توفيا كراميل والكابريس. ما البنات حاجه تاني عمروا بيان شتو هذيك شوكولا ولا الكريمه تاع كيندر بوينو عمروها بيان هكا باش تجي الحبه تاعكم لداخل تسيح وما تجيكمش شايحه فهمتوني. سورتو مع الصيف هكا تجي الحبه سايحه كي تقصوها شحال تجي بنينه وخفيفه ما شاء الله. صدقوني البنات تحمر الوجه وحاجه خفيفه سهله ما تديش بزاف لي زانغريديون او ميم طون حاجه يعني بالتاويل وبنينه. فوالا ومن بعد هنا نقفلوا هذوك زوج حبات مع بعضهم كيما قلت لكم. شوفوا انا
هنا شوفوا هنا الساعة قبل ما نحكي لكم هنا راني درت الكابريس ذوبتها وقاعده نعمر فيها بالشكل هذا، ومن بعد نقفل عادي كيما قفلت الحبات الاولين. ومن بعد نكمل لكم حكايتي. قلت لكم شوفوا 125 غرام تاع المارغرين اللي قلت لكم عليها، دير لكم 26 حبه. 26 حبه تكون مقفوله يعني دوبلي، ماشي هكاك وحدها، فهمتوني؟ يعني تجيكم الحبه مغلوقه كيما هكا. و 250 غرام تاع المارغرين تخرج لكم شوفوا 41 حبه، يعني هي بلا ما تكون راكبه على بعضها 91 حبه، فهمتوني؟ بلي يتكسروا بلي فهمتوني بلي يتهزوا هذوك، دونك تعطيكم 40 حبه صافيه باذن الله. بعد ما غلقتهم كامل وعمرتهم دركا هنا نروحوا للكاناج. الكاناج واش نحتاجو؟ غير شوكولا اولي، وتا الكيندر بوينو نحتاجو شوكولا بيضاء. انا استعملت لا سافور. البنات لازمكم ديروا شوكولا بنينه، ما تقدروش ديروا شوكولا مش بنينه، يعني نتوما تخسروا تشريو يعني الحوايج اللي تحتاجهم كامل كاطو بعد تخسروها في شوكولا نو. دونك ننصحكم ديروا بشوكولا بنينه تاع الكاناج كيما سافور بزاف مبلينه. ونستعمل تاني دادا ولا المرجل، هادو تاني بزاف بنان. كما قلت لكم درت لهم شويه زيت باش نعطي لها هكا اون بريونس، ونغلف الحبه عادي، يعني ما كانش حاجه صعيبه في الكاطو هذا، قلت لكم سهل بزاف بزاف بزاف. نغلف الحبه ونسي نقطرها هكا باش الشوكولا هذه كامل ما تضيعناش، ونخليها تقطر في البلاطو. كي تشيح فهمتوا حطوها في الفريجيدار، ولا كي تشيح توليو زينوها كيما تحبوا. هنا هادو اللي درتهم الشوكولا راهم تاع الكابريس، اللي درتهم الشوكولا اولي راهم تاع الكابريس، واللي رايحه نديرهم بشوكولا بيضاء. نخلط شويه شوكولا بيضاء مع الشي اللي يبقى لي من شويه من الشوكولا هذه تاع الحليب، تعطيني واحد لا كولور جايه في الباج اللي نحوس عليها هكا باش تبان بلي لو تاع كيندر بوينو. فوالا هاهم حنايا بعد ما كملت كلاصيتهم قلت لكم هذيك الباج درتها تاع كيندر بوينو باش تبان بعد، فهمتوني؟ باش يبان لو تاع كيندر بوينو، ولي بالشوكولا راهي من الداخل معمره بالكابريس. هنا البنات وصلنا لنهايه لا فيديو. تزيين ديما نقول لكم اختياري، كل وحده تزين بوش حبت، تزين على حساب لو تام تاعها، تزين بوش موجود عندها، يعني كل وحده حره. وحنا بسلامتنا يعني ما شاء الله علينا، كل وحده مبدعه في بيتها، يعني الله يبارك علينا كامل، كل وحده تنسي في خدها. فوالا هنا كما قلت لكم وصلنا لنهايه لا فيديو. انا شوفوا جبت هاد النوار اللي راكم تشوفوا فيه يتباع بلا تيج تتباع 20 ميل، ونقص منهم هكا نوارات صغيرين برك، ونسيي ندخلهم غير بالعقل باسكو الكاطو راهو خفيف بزاف بزاف البنات، دقيقه يتكسر في يدكم، خفيف بزاف. دونك نسيي نعدلهم هكا بلا عقل برك وندير التزيين هذا. وكانت عندي فايدور في البرونز، فايدور في البونس تاني حطيت لهم على لو كوتي. وهنايا هادو لي فلور شريت لا بواط ب 30 ميل، اذا ما غلطتش 30 ميل ولا 25 ميل والله غير نسيت. المهم راكم تلقاوهم عندي يبيعوا لوز والحلويات. وشوفوا هادوك الجوزه حبيت نعطيكم تاني فكره برك. صبغت الجوزه بالملون الغذائي هذاك دوغي، يعني ناكري دوغي، وحطيتها فوقها عادي. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا تاع الكوكياج. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تسيوه، عم بالي بلي راح يعجبكم بزاف تاني. وصلنا لنهايه لا فيديو، نعت لكم الحبه برك كيفاش راهي لداخل، جات بزاف خفيفه. وشوفوا الطبقه تاع الكيندر بوينو تبان، ها هو يتكسر في اليد يدوب في الفم ما شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي سلام، ونتلاقى في فيديو خلاف ان شاء الله.